السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركه الله. فيديو جديد. الخبز ديال الدقيق ديال الفرينه الحرشه. هذا الخبز تيجي بنين وتيبغوه وليداتنا، لان شفت انا من راسي ولدي ما تيبغيش ليا الخبز ديال الكامل ديال النخاله، وما تيبغيش ليا ديال الزرع، وفيما نعجن هذا تيعجبو وتياكل منه شويه. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم حتى نتوما. وندوزو المقادير اللي موجود في هذا الخبز ديال الفرينه الحرشه. عندنا كيلو ديال الدقيق ديال الفرينه، نزيدو ليه الملحه لتصحيح الذوق. وديما انا الخبز تنعجن فيه الزرار، غنديرو معلقه كبيره ديال النافع تيحيد لينا الزفريه ديال الخميره في العجينه. طيله خمر الخبز تتلقاي فيه ريحه النافع. ونزيدو معلقه كبيره ديال زرع الكتان وجوج معالق ديال الجنجلان والماء دافي. والخميره الفوريه غادي ناخذوها ونكبوا ليها شويه ديال الماء نخلوها تذوب ونعجنوا بها نعجنوا بها الخبز ديالنا. والعجينه تكون مطلوقه شويه. غادي ناخذها ونحطها على سطح العمل راه مغسول، ندلكها ندي فيها ونجيب فيها، ومن بعد نخليها تحرك فيها الخميره شويه، ونقطعو على قريصات مقدار ديالهم 300 غرام. وانا هاد الكميه اللي درت يعني قليل، لان درت الخبز ديال الكامل بالنخاله، وهذا صيبته لولدي وشاركته معكم. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الخبز في هذه الاجواء ديال عيد الاضحى. الله يدخلوا عليكم بالصحه وراحه البال. وسمحوا لي على الفيديوهات اللي ما تنشاركش معكم، لان مرضت شويه. والله يحفظكم ويحفظ جميع امه محمد. ونتمنى ان شاء الله تشجعوني في القناه. وشكرا على المتابعين ديالي، ونتمنى الله يكونوا جدد. وفي امان الله وحفظه.